السلام عليكم، حياكم الله في فيديو جديد او فلوق جديد. رجعنا لكم على الأوبتيما المليحة، ولكن الأوبتيما تعبانة شوي. قدر الله ما شاء فعل، حصل لها حادث بسيط، هو ما هو بسيط لكنه ولا هو بقوي. الحمد لله جت خفيفة والحمد لله أن سلمنا. نبي نمشي معكم بالإجراءات من بعد الحادث إلين نخلص السيارة تصليحها برضه. حاليا توي طالع من التقديرات. جيت قبلها بتشوفون اللقطة، جيت بالليل ولكن انقصتني الاستمارة ورجعت ثاني مرة. يقبلون استمارة من توكلنا، يطلبون منك إذا ما معك تأمين يطلبون منك اللي هي 172 ريال، ويطلبون منك بعدين شيخ المعارض 57 ريال ونص تقريبا. استمارتك منتهية، أمورك تمشي بإذن الله. فاسك انت بتمشي بس بتدفع اللي هي مثل ما قلت 170 ثم 57. على العموم تونا خاصين الحين من التقديرات. هذا في اليوم الثاني بعد التصوير الأول، بتشوفون تصوير بالليل. مريت واحد من الشباب اللي هو عبد الله العنزي، وريته الموتر، ابغى اشوف الموتر كم ممكن يكلفني. لو جبت الباب بيكلفني تقريبا 1005، الا اذا اللون مختلف بيقص علي ل 2000. بتشوفون ان شاء الله باللقطات الثانية. الموتر بس خلوني اوقف عشان جوالي، وفي ان شاء الله انه ما تغيب الشمس. الساعة الحين 4:30. اذا غابت الشمس بصور لكم اياها ان شاء الله بالنهار، واوريكم الحادث والسيارة وش جاء فيها وش ما جاء فيها. وبعدها باذن الله نستلم بس مبلغنا ونروح سوى تشليح، ندور لها باب ونضبط باقي امور السيارة. طيب وهذه هي الصدمة، الحمد لله جات بسيطة مثل ما تشوفون على الجنب. جات ضربة بسيطة في السمكة، القزاز تهشم لكن الحمد لله ما دخل علي. وهذه انفتحت من هنا، فالباب هذا لازم يتبدل بالكامل، ما يفتح الباب طبعا، هذه انكسرت. وعندنا هنا يا الربع نسيت افك السيارة، لكني فكرت ارش الموتر بالكامل. انا عندي القائم مضروب، فقلت خلني ارش الموتر كامل. قال لي الرفرف هذا يحتاج قشرة، غير القشرة كاملة في براشيم ويتبدل. وعندي الرفرف اللي قدام يحتاج يتبدل، وبرضه الشمعات الأمامية تجارية، فهذه تكلفني من التشييع. شوف كم ممكن تلقاه. إذا الباب تقريبا قال ب700 ريال. وفي عندي مشكلة بعد صارت بعد الحادث، مثل ما تشوفون عداد البنزين فصل، فما أدري إيش دخله. عداد البنزين هنا والحادث مع الجهة الثانية، لكن ما عليه. حتى قلت لحق التقديرات شوف لي إياه، قال لي ما له دخل. المهم خلوني أوريكم هنا المشكلة اللي عليها العين. تشوفون هذا القائم جات فيها الضربة من هنا، عشان كذا الباب ده استهكر ما عاد يفتح. ومن داخل شوفوا نفس الضربة بعد تحت، ومن برا وزنيته خربت الباب اللي وراء. فاللهم لك الحمد جات بسيطة هذه الضربة. ومن هنا برضه الباب ده ما يحتاج يتبدل، ولكن بيرش بالكامل. هذا اللي يحتاج ابدله. اذا لقيت نفس اللون فان شاء الله بنوفر، ما لقيت نفس اللون الله يعيننا ندفع. طيب وصلت التقديرات الحين، بس انتظر اللي قدام يحرك عشان ادخل انا. فالمتطلبات استمارة ورقم الحادث، فخلونا نشوف. فحاليا بمر ورشة عبد الله، بشوف لي الجنب اليمين وش اللي يتصلح وش اللي يتبدل. هي باب الراكب يتبدل، لكن اللي وراه اتوقع انه يتصلح، مو بتوقع لا اكيد انه يتصلح. فخلونا نمره ونشوف شو الوضع عقب. طيب طلعت من عند راعي الورشة. الباب اللي قدام لازم يتبدل، هذا انا متأكد منه من الاساس، وحتى لو قال يتعدل مستحيل اعدله. الباب اللي ورا يتعدل، ضربته بسيطة، لكن في حاجة ما حسبت حسابها ولا انتبهت لها اصلا الا لين عاد جات عند العمال وشافوها. القائم اللي يمسك البيبان اللي يجي بين البيبان هذا من عفط للأسف راجع شوي على وراء، فدا لازم يتعدل. فكرت ارش الموتر كامل، ما ادري والله. الموتر لو بغيت ارش يبي له شغلات واجد، حرفيا جنب كامل يمين. بيصير عندي شو اسمه رفرف امامي يمين، والرفرف اللي ورا اللي قد رشيناه لازم ابدله على الاقل، او يمكن يحاولون يزينونه لي يخففون المعجون، بس الافضل انه يتبدل. بطلع تشليح، بننتظر التقدير كم يحسبون لي. بطلع تشريح واشوف التشليح وش فيها وش ما فيها وكيف الاسعار. اذا غالية يمكن بس اصلح البيبان واخليه الرش يقعد، ونشوف ايش حنا عليه عاد بعدين. ويا صباح الخير، يا صباح التشليح. الساعة 8:30 بطلع الحين التشليح. طبعا كنت بأجلها العصر، لكن توي صاحي من النوم واخاف انام العصر. على العموم القزازة اليمين دي ما قصرت، انفتحت على برا شوي. بحط لكم الصورة بعدين كسرت كاملة.
فالحمد لله فك الله المسلمين. تو طاحت الحين قبل يمكن 10 دقائق. فخيرة طبعا استغرق التأمين من رفعه 7 أيام تقريبا، واللهم لك الحمد نزل وخصموا نسبتهم. طبعا معنا الدتسن ماني بسايق، لو يناقز اخوي بخليه هو يسوق وانا المعزز. نشوفكم في التشليح الربع. قبل التشليح بودي الاوبتيما للورشة، بنزلها في الورشة عشان يفكون الباب ونشوف القائم. والحين ابي اجرب، ابي افك فيوز البنزين. اذا الفيوز سليم الله يعين نشوف عاد طرمبه ولا شو المشكلة. طيب فكيناه وللأسف نفس المشكلة، فبنروح نشيك وش المشكلة. على العموم بروح انزل الموتور في الورشة واخليه يشيك لي بعد على اعداد البنزين وش مشكلته بالضبط. طيب بما اننا رايحين للورشة خلونا ندردش كيف صار الحادث وش السالفة. انا كنت في وسط حارة، ويعتبر الطريق اللي انا معه رئيسي، وفي طرق فرعية طالعة معه. فكنت ماشي الله حق المفروض اني اوقف عند التقاطع وقوف تام، يعني ما هو امشي على هواي. فكنت ماشي بس ممشى راكد، يعني مهدي بالحيل، لان التقاطع ذي دايم يصير فيها حوادث. ف في واحد من التقاطعات وانا ماشي فجأة ما اشوف الا الموتر جايني، الف عنها انا فرامل ما يمديني، بنزين لو ناقص ما تفاديته. فاللي سويت اني لفيت يسار، اقصر يسار اساس اتفاداه. طلعت من مساري ابيه يمسك فرامل او هو يلف يسار يجي من ورا السيارة، لكن كانت السواقة مرة، فلا فرامل ولا لفت يسار، لفت يمين بالعكس، ولا تلام فيها المواقف. كل يرتبك، يعني انا زيني لفيت يسار ما لفيت يمين وجهت لها. فاللهم لك الحمد جت سليمة. خذت الباب اليمين مع الباب اللي وراه شيء بسيط. وجهية موتر الله يعوضها انعدمت، معها توسان الحمد لله. الخط عليه 25% اعتقد لاني ما وقفت، فهذه معلومة. تقاطعات اي حادث فيها على الغالب بيكون 25% على الطرف الثاني. طيب ال 25% وش اصلح سيارتها ولا وشلون؟ لا، انا انخصمت من التأمين. مثلا لو قدروا لك السيارة ب1000 ريال يعطونك 750 وياخذون 250. ما ادري هل هي نسبة تحمل او يرجع لها او ما ادري والله، لكن على العموم انها نعمة. هذا افضل حل، افضل انك تدفع، لان التوسان اعتقد انه اغلى من الاوبتيما. يمكن الاوبتيما تقص علينا في بحر الثلاثة او يمكن اقل من الثلاثة، بس مع البنزين والله ما ادري اذا طرمبة ولا وش سالفتها، ما ندري كم بتقص. على العموم الحين بننزل الموتور في الورشة وبنروح نجيب الباب ونرجع ان شاء الله. هنا يوم نجي قد فكوا الدنيا هذه كل ابوها، وبعدها نعرف وش علوم الموتور. فاشوفكم في الورشة وبعدها تشلي ان شاء الله. طيب نزلنا الموتور في الورشة، بجيب باب كامل ان شاء الله، اليد مكسر مثل ما قلنا، والديكور ان شاء الله سليم، فبنجيب باب كامل معنا. وهذا هو الباب اخذناه الطرمبة. طبعا الباب اخذناه ب450 والطرمبة ب150، فبنفك الحين وناخذه. وهذا الباب شلناه، باقي بس مسكة الباب ما لقيتها، فبشوف اذا القديمة ما تركب عاد الله يعين ادور لي مسكة. جيت هنا بناخذ القبضة من الموتر ذا، هذه 13 غير عادي والله من شيء جرالها. طبعا قص علي الباب كامل مع قبضة ب600 ريال، وهذه تشليح كلها مكسيمات. هذه خلوه من مرثن يشوفها شلح على راحته. قاعد افتش عند داسن، شوف الغمارة ما شاء الله. دور معزيز يمكن القى وكيل نلقى شيء نبات. شوف ايش لقينا، وش الموتر هذا الربع. وهذا دوج تقل بليزر قديم. يا ساتر يا ساتر والله انه جميل يا الربع، بس عاد حسابها راح تشليح. خلينا نشوف وجهه، والله تقول ما بتشليح. تحفة. وش الموتر هذا؟ اتحداكم تعرفونه. شوفوا صندوقه مختلف، ترى انا بينت حاجة بس عاد نشوف من اللي يعرف. في حاجة هنا جيم 16 بشكح هذا الشاص. شوفوا لقينا جيم 16. وصلنا الورشة على ذان الظهر، نبى ننزل الأغراض الحين عنده وعاد نشوف شغليتها الحين. وهذه هي المزيونة، وهذاك بابها أنا جاء القزازة جوا.
وهذه مسكة الباب جبنا ذي بس، القفل موجود في السيارة. طيب وهذا الباب هذه فيه بس الى الحين ان شاء الله ما في غير الضرب وذي بسيطة. طبعا الباب اصلا كامل بيتسمكر بيرش من برا ومن داخل. طيب وهالحين راجعين للصناعية نبي نشوف الموتر. على كلامه انه بيفككونه بعد العشاء تقريبا، بيكون مفككة البيبان، ونبي نشوف القائم بنشوف الاوضاع. الموتر يبي له 3 ايام لانه بيرش بيبان 2، فالباب اللي جبته بيرش من برا ومن داخل. بيقص علي 2000 ريال الشغل كامل، ما عليه ما هنا خلاف. وعندي طرمبة البنزين طلعت خربانة، انا كنت احسب انه فيوز، لكن مثل ما شفتوا سحبت الفيوز، ما صورته يوم اسحب الفيوز لكن شيكت عليه وما في الفيوز شيء. على العموم الحين عند الورشة هذه نبي نوقف ونشوف الموتر فككه ولا لا. اشوف الموتر واقف لكن ما ادري فككه ولا باقي. طيب مثل ما تشوفون فكوا الباب وانت العلوم الحين صح. شوف الضربة هنا وهنا وهنا، والله العظيم انها ضربة ما هي بسيطة. شوف هذه يبي لها سحب وتعديل، وهنا نفس الشيء، لكن الحمد لله انها جت على كذا. هذه كلها بسيطة الحمد لله، دامها بس هالحديد الباقي يهون. وهذا هو الباب القديم طبعا مثل ما تشوفون من داخل. انا جبت اللي هي المسكة ذي، ما جبت القفل، لكن ما طلع بس يبي المسكة ويبي القفل. الدعوة من داخل تشوفون هذه اللي قدام، هذه الميترضة، هذه هي نفسها المسكة حقت الباب، هذه منكسرة من داخل، فلازم نروح نجيب النظام كامل. المشكلة ما ادري هل بتنباع لحالها ولا لا، فبرجع اشوف الوضع، اذا لقيتها زين على زين، ما لقيت الله يهين نخليها على تفتح من داخل لين الله يفرجها. طيب وجينا عند المزيونة رابطينها بسلسلة الظاهر عشان تعديل القائم، فخلونا نشوف. السلام عليكم. وهذه نزل السمكة اللي تحت، والله قصوا القائم، خلينا نشوف ليش قصوه وارجع لكم. طيب الربع سبب القص الحديد هذا كان كله على داخل، الجهة ذي كانت على داخل، فلو خلوه بدون قص مستحيل تطبق الوزنية، فعشان كذا قصوه. وهذه هي القطعة وعدلوه، بيرجع يلحمها ان شاء الله 100%، وعقبها يضبط وزنية البيبان بإذن الله. باقي لنا بس مثل ما قلت القطعة الداخلية اللي تجي هنا جوا الباب عشان مسكة الباب بس. هذه دواكير هالمرتبة نزلوها، وهذا باقي ما تعدل، يبي له عاد نعدلها ان شاء الله، لكن بكرة احتمال يخلص من السمكرة والحام وعقب بعد ندخل في الرش. نخليها كذا الربع باب اصفر. طيب خلنا اشرح. اول كان شغال موتور هنا، فخلوني اشرح وش اللي صار هنا. يمكن الصوت اول مو واضح، فعادي نعيد. اللي حصل يا الربع عشان الوزنيات قصينا الصاجة من هنا الى هنا. السبب الحديد هذا كان داخل على جوا، والصاجة نفس الشيء داخله، فلازم تنفك عشان تعدل، ونفس الوقت هذه فكوها وعدلوها. طبعا هل محتاج عشان الوزنيات ترجع 100%. باقي هذا يسمكر من جديد ويضبط. بكرة بإذن الله أنا بتخلص من التلحيم والسمكرة، وعاد ندخل في الشغل الباقي بإذن الله اللي هو الرش ومرش. هذه هي الصاجة بعد التعديل، باقي لها كم طقطقة. شوفوا هنا وهنا برضو جايها ضربة، بحاول أقرب. أيوة هذه واحدة منهن، وهنا بعد نفس الشيء، وبعدها بإذن الله تصير مضبوطة. شو هنا فيه شقق، فبإذن الله يضبطونها 100%، ترجع وزنية الباب ولا أحلى. وعندنا الوزنية هنا، وزنية الباب نازل شوي بسبة إن الرفرف ذا نفسه مثل ما قلت فيه مشكلة من قبل، ففي معجون زايد. هو ممكن يضبط لي إياه بس عشان الباب يسكر مضبوط بس. فالعموم نبي نرجع له إن شاء الله.
وبكرة نشوف علوم الموتور. وهذه هي مقيدة مقيدين عشان التعديل. طيب وطالعين للتشاليح. باقي لي بس السيستم كامل حق فتح الباب وتسكيرته، القفل مع القبضة من داخل. فحاليا بروح التشاليح. كلمت اللي خذيت من عند القطعة دي اللي برا، قال لي تعال ما احنا مختلفين، فان شاء الله انا ما نختلف. على العموم حاليا موجه وبرجع على طول امر الورشة، انزل القطع عنده واتاكد من الطرمبة اذا اشتغلت او لا. طيب وهذه تشاليح الحاير. قبل هنا مزادات، حاليا اغلب اللي هنا مزادات. قبل كانت تبدا تقريبا من هنا تشاليح الحاير، لكن بعد الازاله خلاص الواجهه ذي او اللي قريب كله راح. فاللي اروح لها انا دايم ورا، بتشوفون اذا وصلتها هي بعيد شوي. هذه كلها حاليا مزادات. اغلب المزادات اللي هنا اما سيارات تشريح او بعضهم عليها اللوحة وعليها بيانات او كل شيء، لكن يعني امانة مصدومة ولا قليل الزين فيها. فاشوفكم اذا وصلت التشاليح. طيب دخلنا مع المدخل، في صبات ورا وبين الصبات تقريبا، فامش سيدة من هنا لين يوقع بك على التشاليح الاولى. هذه كل ابوها اللي الحين فضاء، هذه كلها كانت تشاليح. الحين افلحت والتشاليح اللي بقي منها قدامنا هي واضحة لي بالعين، بس بالكاميرا ما اعتقد انها واضحة، ولكن اشوفكم اذا وصلتها الحين. وهذه هي التشاليح هذا اللي بقى منها. احنا نبي من عند سكوايا من هنا، اذا ما خانتني الذاكرة المحل اللي بيه هنا. لا والله شكله ورا. خملف من هنا واتأكد وبعدين نرجع بسيطة. والله يسقي زمانها راحت هالبساطة، والله من عوايد صرفت عليها لا اله الا الله. طيب شوف حتى تانكي تشليح مدري احد يشريه ولا لا، بساطة مسرهد لا اله الا الله. وهذا هو التشليح اللي حنا خذينا من همس القبضة حقت الباب، فبجيها اخذ من عندها القطع كاملة. هذا حق المكسيمات عنده كم اوبتيما، فاحنا نبانا بس قطعة واحدة. فخلونا نحول واشوفكم بعد ما اخذها. هذه السيارة اللي شلحناها في البلوك الحين بناخذ منها. طيب خذيت القطعة هذه اللي انا احتاجها هذه هي اللي انا احتاجها متأكد 100%. منكسر عندي نصين، وهذه نفس الشيء سنتر لوك. انا نسيت القفل، دقيقة برجع له. طيب السنتر لوك يجي بس سنتر لوك والمسكة ذي، حتى اشوفه تالي قال لي لا هذه الحالة ب80، انا بذي انا ما ابي السنتر لوك. فقال لي لا تختلف. فبروح انا التشليح بشوف، بروح الورشة اذا محتاج ذي برجعها عليه وباخذ بس قيمة ذي. ف ما ادري يحتاج القفل ولا لا. القفل انا اذكر انه منكسر، بس قال لي العامل حق التشليح يقول يختلف مفتاحها بعدين. انا ما علي منها شيء، السيارة تفتح من برا وتسكر، الباقي امر حيين. طيب طالعين حاليا من التشاليح. تشاليح الى الان فيها سيارات جدد، انا قاعد اشوف افلون جديدة، كيف كوريلات، اكوردات هنا برضه، مواتر واجد جديدة. يعني انا توقعت انه بس خلاص من وقفوا وما عاد في شراء هنا، لكن لا والله قاعد اشوف مواتر جديدة، وبنفس الوقت قاعد اشوف بعد شوف زي هذا الحين قاعد يسوي من جديد. شو هذه كسنت جديدة. فإلى الآن في سيارات، وأنا دخلت على الشارع على الدزة إلى الآن في سيارات جدد، وبرضه في سيارات صينية. حاليا الحاير إلى الحين يعني ما تقفل 100%، لكن لما رحت أسلي أنا بالنسبة لي والله بعيد عني، فالحاير أقرب لي. فبوجه البيت الحين الورشة أول شيء بنزل أغراضي، بعدها بإذن الله نبي نشوف وش اللي ناقصنا. إن شاء الله أنا ما عاد ينقص شيء، وإن نقص شيء خليته ما عاد ملزوم. طيب في الورشة طبعا ما سوى شيء، بس أبو أحمد على كلام إنه ركب، قال لي بيركبها اليوم الصبح الطرمبة، فخلنا نشوف. راحت التشهيرة، الله في الربع. الحمد لله أنها طلعت طرمبة ولا بشيء ثاني.
طبعا السيارة ما سوي فيها شيء، القص مثل ما تشوفون كلش على خبركم. يمكن اليوم ان شاء الله او عاد نشوف متى يبدون الشغل. طلع اللي يحتاجه فعليا السنتر لوك والمسكة هذه انا متأكد منها، السنتر لوك ما كنت متأكد. القفل شلوني ما شريته لاني ماني في حاجته. على العموم الحين بنروح وعاد نرجع لهم في وقت ثاني ان شاء الله. طيب هذه القطعة السوداء اللي تجي في الباب اللي فيها السماعة، فيها مجرى القزاز وفيها السنتر لوك. هذا السنتر لوك القديم ليش بدلناه؟ نقرب لكم تشوفون هنا منكسر حق اللي يدخل فيه القفل فما راح يمسك، وبرضه القطعة اللي كانت هنا انكسرت فلازم نبدل سنتر لوك. طيب القفل احتاج اغيره لان هذه من عفطة لكن ماني مغيره، بس المشكلة الوحيدة اللي بتصير معنا يعني ما اقدر اقفلها وافتحها مع باب الراكب، فما هو بهم دام الباب يفتح ويسكر ما عليه، لاني لو بغيره اجيب له مفتاح لحاله يصير باب السواق مفتاح باب الراكب مفتاح يقرع التشوه. طيب وصلنا للبتماع. عليكم السلام. فكينا التانكي عشان ياخذون رقم البوية وخلونا نشوف علومها. طبعا هذه ضربة كفر على الداير ينطلق علي وسلمنا الله منه، لكن هنا ملحين السيارة عن البرد. ايوه وهذا هو التلحيم مثل ما تشوفون، تلحيم عليه الكلام. هذا اللي قصوه مثل ما انتم خابرين كانت متشققة من هنا فلحموها، ومن هنا بعد التعديل عاد باقي نشوف الوزنيات ان شاء الله. لكن شو هذه شلونها مضبوطة، بيبقى بس الرش للتركيب. وهذا الباب اللي ورا باقي للتعديل معدل. طيب هنا بينظفون الالحام بالصاروخ، بعدين بيحطونها معجون بسيط بس الاماكن اللي تحتاج معجون، اللي ما يحتاج ما يحتاج. وهنا الباب رشوه من داخل هنا، ومن برا بيرش ان شاء الله فرن مع الباب الثاني بعد السمكرة، فبإذن الله يعني نقول السبت هي جاهزة. طيب وهذه رشينا الحام اليمس، الى الحين ما في شيء واضح اللهم لك الحمد. هذا موقع الحام ولا هو واضح او كنت راشها باي. هذا مترش فيها شوي عشان ما اخرب شنو خربته. مكان الحام اللهم لك الحمد ما هو واضح، مع انه تقريبا من هنا الين هنا ولا هو واضح الحمد لله، والامور زينه. والباب ركبوه باب المعاون يبي يوزنه باذن الله، بعدها يركب الباب ذا ما عدل السمكرة اللي فيه، ثم عاد يرش فر البيبان الاثنين. والحمد لله هذه شلونها سليمة ما جاها شيء. بعدين يركبون الجلدة الربلة حقت الباب. طيب وهذه طلعت اليوم، وهذا جنب الموتر اللي رشيناه. طبعا خبره قال لي بنحط شوية معجون هنا عشان تطبق التسكيرة، لكن الظاهر انه ما حط. على العموم هذا الجنب اللي رشيناه يبي لنا نصورها في النهار بس الموتر وسخ، يبي له غسيل، يبي لنا نكنس القزاز اللي منتثر في المراتب، وبعدها باذن الله نشوفكم الصباح نصور الموتر حين غسله والشكل كامل عقب ما خاص الموتر. طيب رايحين للمغسلة حاليا لان المرتبتين كلها مليانة قزاز، وبنفس الوقت السيارة رايحة 70 لون، فلازم نغسلها ونكنس السيارة من جوا، وبعدها اوريكم الموتر باذن الله قبل تغيب الشمس. فخلونا نشوف المغسلة دي عندنا مكنسة. مثل ما تشوفون وقفنا الموتر اللي يغسلونه، واحلى شيء عندهم مكنسة كهرب واللي هي هذه. طيب مثل ما تشوفون يا الربع هذا القزاز اللي هنا، والمرتبة الثانية نفس الشيء، وزد عليه مثل ما تشوفون تحت فالسيارة مليانة قزاز من جوا، حتى اعتقد شو هنا حقت الظهر بعد نفس الشيء، وورا اعتقد فيه قزاز، فخلى مرتب محد يكنسها. تشوفون هذه الربع هذه قبل اصدم باسبوع تقريبا طار علي كفر، المفروض يضرب الموتر مع النص فاضرب من هنا. مثل ما قلت لكم كان المفروض يضرب السيارة مع النص، لفيت عنه والحمد لله انها يعني جات في طرف الصدام. اما الكيس هذا ما ادري سلفته، احاول اطلع عجزت سيارتي شكلها جوعانه، لان نشوفه ناشب ما ادري اوضح لكم ولا لا، لكن هنا واضح. شوفوا هنا تشوفون القزاز اللي في الارض كذا ضيوه وسخه، لكن بعد شوفوا القزاز كميته اللي منتثر هنا. طبعا القزاز ذا المرتبه نفس الشيء مليانه
وغير كذا طلعوه يوم كانوا يشتغلون في السيارة، فمو بكل القزاز ذا. طيب وتو خلصنا غسيل الموتر وعلى اذان المغرب تقريبا، وهذا هو الجنب بعد التصليح حاليا. فما شاء الله تبارك الله مثل ما تشوفون الرشة مضبوطة، فيها يبي لها تلميع عشان قشر البرتقال يروح. هذا ما عندنا خلاف. الوزنيات مثل ما تشوفون حاليا الامور زينة. هذه اللي قبل قد قالوا بيعدلونها، فمثل ما تشوفون كان المفروض ان الباب يرجع شوي هنا، لكن خلونا نشوف القائم اللي عليها العلم. عندنا العفطة الاولى اللي كانت هنا، هذه اختفت اللهم لك الحمد وتعدل القائم، والثانية اللي كانت هنا. الامور زينة اللهم لك الحمد. وهنا من داخل طبعا احنا شفناه بعد ما فتحوا الباب، رجعوا السمكة مثل ما كانت وعدلوا القائم اللهم لك الحمد. وهذا وضع الموتور بعد ما صلحناه. طبعا المغسلة اعطوني معطر، لكن للاسف ما عندي مراية، وبرضو عندي المراتب متشققة، مرتبة ذي بس من هنا مشقة ومن هنا مشقة ونازلة. كنت ابي اشتري مرتبة لكن ما سعفني الوقت، ابي انجز الموتور باسرع وقت. طبعا السيارة خلوني اركب السيارة واسولف معكم. طيب الموتر نزلته يوم الاحد عندهم، واستلمته بعد اسبوع الاحد الثاني، كان على المغرب تقريبا استلمت الموتر. طبعا ليش طول هالفترة هذه كل ابوها؟ لاني رحت الاثنين الصباح وجبت الباب وجبت اغراض من التشليح، الباب على الطرمبة حقت البنزين اللهم لك الحمد لقيناها بسعر زين. ومثل ما تشوفون اشتغل اعداد البنزين مضبوط، لكن عشان تم غسل السيارة ف القزاز شوي تقل عليه ضباب. ثاني شيء احتاجنا قطع ثاني مرة ورجعت اجيبها. القائم مثل ما شفتوا قصوه وعدلوه بعدين رجعوا لحموه، فهذا اخذ منهم وقت. بعدين وزنية البيبان، الباب كان ابيض رش وسمكرة، فهذه كل ابوها هي اللي اخذت منه وقت. على العموم اتمنى ان الفيديو كان خفيف لطيف، مع اني الى الان وصلت تقريبا الى 27 دقيقة. هذا اطول فيديو صورته، ممكن ما اعتقد اني صورته اطول من كذا. لي اسبوع كامل او اكثر حتى من الاسبوع، من وقت الحادث الين طلعت السيارة، فوق الاسبوعين تقريبا او 3 اسابيع. وقت الحادث التقديرات، بعدين انتظرت التقديرات اسبوع على ما نزل المبلغ، بعدها صلحنا الموتور قعدنا اسبوع، هذه 3 اسابيع. هذا اطول فيديو صورته. اتمنى انكم ما تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، والى هنا نقول السلام عليكم.